ومر صلى الله عليه وسلم بقديد على معبد القصاعية وأراد الابتياح لحم أو لبن منها فلم يكن خباؤها لشيء من ذلك قد حواه، فنظر إلى شاة في البيت قد خلفها الجهد عن الرعية فاستأذنها في حلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأثبناه، فمسح الدرع منها ودعا الله مولاه ووليه فدرت فحلب وسقى كل من ظمئ من القوم وأرواه، ثم حلب وملأ الإناء وغادره لديها آية جلية. فجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصاه وقال أن لك هذا ولا حلوب بالبيت تبد بقطرة لبنية؟ فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا جسمانه ومعناه، فقال هذا صاحب قريش وأقسم بكل إلهية بأنه لو رآه لآمن به واتبعه وأدناه. وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين 12 ربيع الأول وأشرقت به أرجاؤها الزكية، وتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقواه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سبي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سبي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سبي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سبي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سبي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سبي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سبي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
أقام فيها 22 ليلة وأدركته في الطريق الصلاة الجمعية فصلاها بمن معه من المسلمين وكانوا 100 وهي أول جمعة صلاها ثم ركب وتوجه إلى المدينة والأنصار محيطون به وهم متقلدون سيوفهم فرحين بما من الفضل آتاهم الله. وحدث هنا عن سرور أهل المدينة ولا حرج وقد خرج لملاقاته في من خرج من النساء والصبيان والولائد ينسد طربا بقدوم صاحب الأريحية. أشرق البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المتاح وخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف ويقولن نحن جواري من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. فقال صلى الله عليه وسلم أتحبني؟ قل نعم يا رسول الله. فقال الله يعلم أن قلبي يحبكن وتفرق الغلمان والقدام في الطريق جاء محمد رسول الله. واستمر صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة 10 سنين في كل سنة منها توارئ إسلامية يطرب السامع عند ذكرها وتتزايد بشراه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
ففي السنة الأولى بنى مسجده المذكور ومساكنه يا لها من مساكن توالى في عرصاتها وقلالها نزول جبريل عليه السلام رسولا من الله إلى خير البرية وفرض عليه الجهاد فتقاسى شدائده بنفسه الشريفة وبعث جملة من أصحابه في عدة سرايا وبعوث أقروا فيها عينه ففازوا برضوان من الله فبعث صلى الله عليه وسلم في رمضان عمه حمزة يعترض عيرا لقريش في 30 من المهاجرين سوي السابقية الإسلامية. وفي شوال عبيدة بن الحارث في 60 منهم إلى بطن رابغ وسعد بن أبي وقاص إلى الخران في 20 منهم يعترض عيرا لقريش. وفيها غزوة الأبواء قرية بين مكة والمدينة المنورة بأنوار النبي الأواه. وفيها كان بدء الأذان للصلوات. وفيها جعلت صلاة الحضر 4 ركعات وكانت ركعتين. وفيها أسلم عبد الله بن سلام وكان عالم الملة اليهودية. وفيها توفي من المهاجرين عثمان بن مذعون أخوه صلى الله عليه وسلم من الرضاع فدفنه بالبقيع وقال أدفن إليه من مات من أهلي. وفيها مات أسعد بن زرارة نقيب بني النجار. وفيها صلى صلاة الجنازة على البراء بعد وفاته بشهر. وفيها آخى بين المهاجرين والأنصار الذين كل منهم نصره وآواه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم.
عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
الثانية حولت القبلة من جهة بيت المقدس إلى الكعبة بعد 16 شهرا، وفيها فرض صوم رمضان والزكاة المالية، وفيها غزوة بدر الكبرى، ودارت الدائرة على الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء، فمن أسير ومن منهل كأسمنية نقعت حشاه. وفيها فرضت زكاة الفطر، وصلى العيدين، وضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته. وفيها دخل عليه السلام بعائشة الصديقية. وفيها توفيت ابنته عليه السلام رقية. وفيها غزوة بوات وذي العشيرة وبني قينقاع والسويق. وفيها عرس علي بفاطمة عليهما وعلى سائر الصحابة رضوان من الله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وفي السنة الثالثة ولد الحسن بن علي عليهما الرضوان، وغزوة أحد، وحمراء الأسد وغطفان، وحرمت الخمر، وتزوج عليه السلام بحفصة وزينب بنت خزيمة الهلالية، وعثمان بأم كلثوم بعد وفاة رقية. وفي السنة الرابعة غزوة بني النضير وذات الرقاع وبدر الأخيرة، وفيها توفيت زينب الهلالية، وتزوج عليه السلام أم سلمة. وفيها نزلت آية التيمم ورجم اليهوديين اللذين زنيا، وقصرت صلاة السفر. وفيها ولد الحسين بن علي عليهما أكبر رضوانه وأنماه. وفي السنة الخامسة غزوة دومة الجندل والمريسيع والخندق وبني خريزة. وفيها تزوج عليه السلام ريحانة وزينب بنت جحش وجويرية. وفيها نزول آية الحجاب. وفيها وقائع عديدة خير ما تقدم ذكرنا إياه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
وفي السنة السادسة غزوة بدر والمال فداه وفيها قحط الناس فاستسقى لهم فسقوا صيبا هنيئا غدت الأرض به مسرية وفيها غير ذلك مما يعلم أنه صلى الله عليه وسلم مختار الله ومجتباه. وفي السنة السابعة غزوة خيبر وقدوم خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وعمرو بن عاص وأبي هريرة وعمران بن حسين وإسلامهم. وفيها تزوج عليه السلام ميمونة بنت الحارث وصفية بنت حيي وأم حبيبة بنت أبي سفيان وجاءته بخلته دلد ومارية الخبتية. وفيها بعث الرسول إلى الملوك واتخذ الخاتم لختم الكتب وتحريم الحمر الأهلية. وفيها عمرة القضاء وكان عليه السلام في 2000 وساق من المدينة 60 بدنة فنحرها وأقام بمكة 3 فرجعوا والبطحاء من ألم الافتراق تقول وحزناه عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وفي السنة الثامنة فتح مكة لنقض قريش العهد وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت يوم الجمعة 20 من رمضان وحوله 360 صنما وكل ما مر بصنم أشار إليه بقضيب قائلا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فيقع الصنم لوجهه معجزة له عليه السلام باهرة جلية. وفيها غزوة حنين والطائف واتخاذ المنبر والخطبة عليه وكان يخطب إلى جذع النخلة في المسجد حتى عمل له المنبر فلما أزيل حن له الجذع وخار كالبقرة لما نابه من مفارقة الحبيب ودهاه فنزل عليه السلام فاختدره حتى سكن وقال لو لم أحدنه لحن إلى يوم القيامة. وفيها وهبت سودة يومها لعائشة ومولد إبراهيم ابن النبي ووفاة بنته زينب الزكية. وفيها حوادث غير هذه قيفة التطويل عناء القلم عنها أمسكناه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
عليه سلام من محمد المعروف وبالعز معزوز مجيب مجاب مار مبيه ومبعوث للموت
وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسرار السهوات والأضواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظنناه وتكفينا كل نبل همة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتستر لكل منا حصره وعجزه وعيه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز زراه وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنيناه وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غناه اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية ولكل راج ما أمله ورجاه وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجوناه اللهم أمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة سخية رخية وأسقنا غيثا مغيثا يعم انسياب سيله السبسب ورباه واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتماه وحقق له الفوز بغربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكناه واستر له عيبه وعجزه وحصره وعيه ولكاتبها وقارئها ومن أساخ سمحه وأصغاه اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه ما صنفت الآذان من وصفه الدري بأقرات جوهرية وتحلت صدور المحافل السنية المنيفة بحقود حلاه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Beñat